قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لك ايه، في مرة قصة حدثت معايا. ناس جيران لينا من علية القوم، ناس أغنياء جدا. الأب قال لي يا شيخ محمود الله يبارك فيك، تيجي بس تذكر ولادي بكلمتين لحسن يعني حالتهم يعني بعيد عن ربنا خالص يعني. وهو راجل نفسه ما كانش بيصلي يعني، بس هو ايه يعني عايز ولاده يطلعوا حلوين يعني. قلت له والله جمع الأسرة وخلي النساء يقعدوا ورايا والشباب يقعدوا. قال لي ما عنديش شباب، هم بنات. قلت له خليهم يقعدوا ورايا وانت قاعد قدام ونتكلم كلمتين. رحت ذكرتهم بالله وتكلمت عن الآخرة والجنة ويعني كان أسلوب فيه ترغيب يعني أكثر من الترهيب، عشان دول أول مرة يسمعوا يعني. فتأثروا جدا جدا ومش عارف ايه. واحدة منهم تأثرت قالت خلاص والله العظيم انا ما كنت فاكره ان انا بعيد عن ربنا بالمنظر ده، ان شاء الله من بكره لازم البس حجاب. قلت جزاك الله خير والله بارك الله فيك. تاني يوم الراجل راح رفع سماعه التليفون، السلام عليكم يا شيخ محمود. ما شاء الله على كلامك يا اخي، ده كلامك كان ليه مفعول السحر. ده البنت ما شاء الله اتغيرت 360 درجه، مش ممكن. ده البنت مش بقت ملتزمه، دي بقت متطرفه. قلت ما شاء الله، نروح نشوف التطرف ده. فرحت البيت عندهم، لقيت البنت داخل علينا ببنطلون جينز وبلوزه ولبست اشر. قلت له يا عم الحاج ده مش تطرف، ده ارهاب. الله اكبر، ايه اللي عاملاه ده كله ده؟ ده ايه الجمال ده كله؟ فالمهم قلت لها طب اختنا يعني ممكن تكون ديت مثلا خطوه كده هنبدا بيها ونكمل. قالت لي كمل مين؟ ده انتوا احمدوا ربنا على كده يعني. ده انا ما فيش حد عندنا يعرف ربنا اصلا يعني. ده انا اللي فيهم يعني. ده انا اعتبر بالنسبه لعيلتي اعتبر من 10 المبشرين بالجنه يعني. صلى على حبيبي. صلى الله عليه وسلم.